السلام عليكم حباباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بفيديو حسيتو لازم يدار لكل بنت مقبلة على الزواج، مام حتى اللي مازال ما جاهاش مكتوبها يجي الوقت وتحتاجها. ربي يرزقكم كامل برنوس ستار. اليوم رايحة نوريلكم قائمة جهاز العروسة 2026. كاين بزاف بنات يتقلقوا من كلمة جهاز، يحسوها حمل وضغط ومصاريف كبيرة. صح والله غير حاجة ترجع بسيطة، كي نعرفو منين نبداو وكيفاش نخطو، والمهم القناعة. أول نصيحة نمدها لكم، ما تروحوش تشرو طول، لازم قبل ديروا ورقة وستيلو تكتبوا جهازكم وديروها في عناوين، ولازم تبداو بالأشياء المهمة، بعدو تجي الحوايج الثانوية اللي تقدروا تشروهم من بعد. بسم الله نبداو. أولا عندنا الكوفرولي تاع الليلة الأولى، ديروه من الأحسن في اللون الأبيض أو البيج أو الغوز. عندك كوفرولي واحد آخر تعودي تبدلي بيناتهم. عندك ليدرا كل ما كثرتو منهم كل ما كان أحسن، خاطش تحتاجوهم بزاف. كوفيرتا ادو زوج، وحدة تكون رقيقة وحدة تكون قليظة. عندكم الريدو الكاش ريدو للشومبرا. عندكم وسائد النوم اللي رايحين تفرشوه مع الكوفرولي ومع الدرا. عندكم وسايد النوم راكم باينين ترقدوا فيهم. وسايد الفراش راح تفرشوهم مع الدرا ومع الأخرى. عندكم وسائد ديكور هذوك تاع الريش مع التابي تاعهم، ثاني يجو شابين بصح ماشي شارطة تشروهم. عندكم بيصندوري، كاينين هذوك اللي راهم جايين شكل مربع، وكاينين راهم جايين شكل بيضاوي. عندكم النابغوات اللي يجو فوق الكوافيز، كاين الفضي وكاين الذهبي. عندكم التلايق يجو في الخزانة. عندكم الكوات ثاني ادو وحدة ولا زوج. عندكم الزربية. عندكم المطارح مع الغلاف تاعهم. عندكم شورات، وعندكم مضربات، وعندكم وسايد للشورات. بالنسبة لحوايج الحمام تحتاجو سوختي طباع، واحد ليك وواحد للزوج. تحتاجو شو تاع فيكتوريا راهم لاباس بهم. عندكم فوطات تاع الوجه. عندكم سلابة الصغار هادوك 3 اللي يجو مع بعضاهم، وسلة تاع الحمام مع قش. بالنسبة للملابس الداخلية اش تحتاجو أول حاجة ليبيستي. أنا ما نقولكمش شحال تدو، كل وحدة تدي على حساب ميزانيتها وعلى حساب ظروفها، هي اللي تعرف واش تدي. عندكم بالنسبة للسليب كاين سليب الكوتون اللي راح تلبسوه ديما، وعندكم سليب تاع اللي خاص بالدورة الشهرية. عندكم نويزات. عندكم سوتيان، دوبياس، سيكليست، بيستي شورت، روب ميني، بيستي مع جيبو. عندكم الديزابي الأبيض تاع الليلة الأولى. بالنسبة لملابس الدار تحتاجوا بيجامات صيف، تحتاجوا بيجامات شتاء، تحتاجوا روبات صيف، تحتاجوا روبات شتاء. بالنسبة للبيجاما وتاع الروبات، وكاين اللي تحب دير إيكات مع فيزو. دوك راجع على حساب اختياركم وعلى حساب كل بالك اللي حتسكن مع أهل الزوج، هاهي لازم تلبس شغل روبات. دير حتسكن وحدها على بيها، هذاك ما نقدرش نقولكم شحال تدو من بيجاما ولا شحال تدو من روب، معناها كل وحدة تشوف على حساب حالتها. صح عندنا قلت لكم بيجامات صيف بيجامات شتاء، روبات صيف روبات شتاء. عندكم فيزوات تاع صيف، عندكم فيزوات تاع شتاء. عندكم بيجاما شورت، عندكم بيجاما تاع الحفافة اللي تروحوا بيها الحفافة، بالأحسن ديروها بيجاما بيضا باه تكون تبان تاع عروس. عندكم تريكوات مونش، تحبوا ديروهم تاع كول غولي ولا تحبوا العاديين. عندكم تريكوات ديمي مونش تاع الصيف. وعندكم بيجاما تاع ساتان اللي تحب الساتان أكيد. بالنسبة للملابس الخارجة واش عندنا حجابات، كل وحدة تبدي 3 حجابات ولا 4 على حساب حالتها كيما قلت لكم قبل. الخمارات حاولوا تدوا الألوان اللي يطيحوا لكم مع كلش، كيما الأسود، القري، الأبيض، البيج، المارون. ميم ليصاك لي سدوها ألوان في الخمارات ادوها ألوان في ليصاك باه يطيحوا لكم مهما تعودوش قد تشرو خلاص. عندكم بورتموني
عندكم vest خفيفة، ودّوا vest شوية قليظة للشتا ولا مونتو، عندكم تقاشر، عندكم عباية ديروها عباية شابة تاع اللي عندهم حجّرين هاذوك تاع الأعراس ورا كاش مناسبات، وعباية سامبل عادي تاع خرجة، عندكم لي بافان ادّوا وحدة بيضا وحدة نوار، عندكم بوشيت اللي راح نديروها مع التصديرة تاعكم، خيّروها في لون يعود مع الصنديلة اللي راح تلبسوها في العرس، صح. عندكم حجابات تاع شتا ثاني ادّوا زوج ولا 3 على حساب، وراها كل وحدة على حساب، اللي راح تزوج في الشتا هاي تدي حوايج الشتا، اللي راح تزوج في الصيف تدي حوايج تاع الصيف، عندكم سروال تاع جين وليكات، اللي راح تلبس ليكات جين وسروال، واللي راح دير حجاب راها باينة تدي على حساب الحجاب، معناها كل وحدة تشوف على حساب حالتها. عندكم النقاب والعجرة، اللي راح دير نقاب تدي نقاب، اللي راح دير عجرة تدي عجرة، اللي ماهيش راح دير هاي باينة ما تديهمش، وعندكم صبابيط صبّاط ثاني تشدّوا زوج ورا 3 كل وحدة بدكم على حساب حريتها الشخصية، على حساب دراهمها ثاني. بالنسبة لملابس العرضات إيش عندكم؟ عندكم روبات توا الصيف، عندكم روبات تاع الشتا، عندكم جبادور، عندكم قفطان، المهم كل وحدة تشوف على حسابها. وثاني عندكم المهم البنات كيما قُلت لكم ماشي لازم تشروا كلش على مرة واحدة، اشروا قبل شوية برك، كل حاجة تشروها خطّوا عليها باه تعرفوا رواحكم واش شريتوا، ومام اكتبوا واش درتوا لونها باه ما تلقاوش رواحكم طايحين في نفس الألوان، والمهم اشروا الكاليتي على حساب الكونتيتي، وما تقارنوا رواحكم بحتى وحدة، راها كل وحدة وظروفها، وربي يبارك في القليل، و وإن شاء الله ربي يفرح كل عروسة ويهنيها، ويهني كل زوجين، ويمد كل واحد على حساب قلبه. المهم البنات لعجبكم الفيديو لا تنسوناش الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وراني راح نديرلكم الفيديو القادم الجزء الثاني.